السلام عليكم، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم هذه الوصفه تاع التحليه بالكيوي اللي بارده بزاف، شابه هذه تعيط غير السهره تاع رمضان وسهله، ما تديش كاع منكم الوقت. قادر في رمضان ديروها من الفطور عادي، ديروها في الكونجيلاتير تبرد وتنتكل بارده. على بالي غادي بزاف تعجبكم. بسم الله، نبدا في الوصفه تاعنا اللي سهله مهله. انا جبت زوج حبات كيوي، بعد ما قدونيش زدت الثالثه، قطعتهم كيما راكم تشوفوا هكا، شويه درتهم رقاق باه يتتفوا لي في البلا غايه ونقدر نتحكم فيهم. جبت البلا هذا، درت له البابي فين ودرت كاع عليه كيما راكم تشوفوا الكيوي. نتوما الا ما كانش متوفر عندكم الكيوي تقدروا ديروا لي فخاز ولا ديروا الاناناس المعلبه، اناناس تاع القوطي. لا كريم شونتي طلعتها بالماء، انا ما نطلعهاش بالحليب. كما راكم تشوفوا سويتها كاع فوق هذاك الكيوي، ومن بعد لي بودواغ شمختهم غير بحليب، خدمتهم هكا، زدت عليهم طبقه تاع لا كريم شونتي. قلت لكم زدت الحبه الثالثه تاع الكيوي سما نصها قطعتها بتي مورسو، درتها هكا من الفوق، زدت عليها تاني لا كريم شونتي واو، تغطيت من الفوق بلي بودواغ وبلحتها كاع كيما راهي. درتها في الكونجيلاتير، خلوها ساعه زوج سوايع تتحكم روحها. تقدروا تاكلوها بارده مغلاسيا، على بالي بلي تعجبكم، سورتو للناس اللي تبغي تاكل حاجه بارده. بعد ما تبرد لكم نحوها وقلبوها في طبسي كيما راكم تشوفوا. هذه هي لو ريزلتا، على بالي غادي تجربوها وتعجبكم. وقلت لكم اللي ما يقدرش على الكيوي يطيق يدير الاناناس ولا لي فريز، اي حاجه تكون متوفره عندكم، ماشي لازم الكيوي ولا ما كاش. بون هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم وجربوها. نلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله. باي باي.